الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لنعمر الأرض بطاعته وجعلنا مفاتيح للخير بفضله، مغاليقا للشر بقدرته، والصلاة والسلام على رسول الله الذي علمنا أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. السيدات والسادة الكرام، إني وأنا ألتقيكم اليوم في هذه الساعة المباركة أرحب بكم ذاتا عزيزا، وأصافح وجوهكم النضرة الطيبة، وأشد على أياديكم مستمدا منكم ومن إرادتكم إرادتي وقدرتي على الفعل والإنجاز، فنحن جميعا نقف معا في صف واحد نحو غد أجمل لأردننا الحبيب الغالي، في ظل راية مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. السيدات والسادة الأهل والعزوة الكرام، سلام مني إليكم وعليكم، سلام من أردن العز والفخار، مهوى الفؤاد، موئل واسع البوابة لكل عربي ولكل مسلم، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، متساوون في الواجبات والحقوق. هذا هو أردن العز. سلام منكم ومني نرسله على أجنحة الشوق إلى القدس المحتلة، إلى الأقصى الأسير. سلام لغزة الجريحة الأبية الصامدة، إلى أهلنا الصابرون المرابطون في فلسطين، كل فلسطين، فنحن وإياكم على موعد مع النصر والتحرير القريب بإذن الله تعالى. قولوا آمين. الأخوات والإخوة الأعزاء، أبناء الوطن الكرام، الناخبات والناخبون في الدائرة الثالثة عمان، أهلا بكم في مقركم، أهلا بكم بين أهلكم. كراما أعزاء، نجتمع اليوم معكم في إطار حملتنا ضمن قائمة المستقبل لخوض غمار الانتخابات النيابية، استحقاقا دستوريا وتكاملا مع رؤية سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في التحديث السياسي. فالتحديث السياسي كما أراده جلالة الملك بوابتنا الكبرى نحو مستقبل أكثر إشراقا وأنفع للناس، نحو خارطة طريق لحل مشاكلنا ورسم غدنا. كلكم يعلم أحبائي الأعزاء أن الرقابة والتشريع هما العمود الفقري لمجلس النواب المقبل وكل المجالس السابقة واللاحقة، وكلكم يعلم أيضا أن مجالس سابقة حادت عن دورها الدستوري في الرقابة والتشريع، وإنه آن الأوان الآن لأن يستعيد مجلس النواب المقبل دوره الحقيقي المعبر عن طموحات الأردنيين جميعا، ليكون المجلس الأمين على مصالح الوطن والمواطن والحارس لأمنياتكم وتطلعاتكم، وأن يغدو رقيبا حقيقيا على أعمال السلطة التنفيذية ويكبح جماحها حينما يرى شططا يتناقض مع مصالح الناس. ضيوفنا الكرام، ظل ملف الإدارة المحلية دائم الحضور في أولوياتي، وظل تمكين مجالس المحافظات بالاستقلال المالي والإداري السبيل الوحيد للنهوض بالخدمات وتوزيعها بعدالة لكل مناطق الوطن الحبيب. تشرفت خلال السنوات الماضية برئاسة لجنة الاستثمار في مجلس محافظة العاصمة أثناء خدمتي، وأنتم أعزائي تعلمون أن هذا الملف الحساس يتطلب معرفة عميقة بالمعيقات التي تواجهه وتحول دون تقدمه وتطويره، والعمل الجاد على تذليلها. إن الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وينبغي التنويه في هذا السياق بأن مفهوما قاصرا يسود أحيانا لدى البعض، ألا وهو أنه ينبغي الدعم والتسهيل للاستثمارات الكبيرة،
من دون النظر لصغار ومتوسطي المستثمرين والاهتمام باحتياجاتهم. شكلت هذه الرؤية القاصرة معيقاً أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج، ويفترض أن تشكل هدفاً مركزياً لكل مسؤول مؤمن بالحفاظ على الأردن واستقراره. كان لدينا في مجلس المحافظة خطة طموحة عندما تشرفت بحمل أماناتكم، غير أن الظروف المالية وأحياناً التشريعية حالت دون تنفيذ مشاريع تلبي طموحاتكم. لهذا وجدت لزاماً علي أن أحمل همكم في الحلقة الرئيسية لتعزيز البناء في وطننا الغالي، ألا وهي حلقة التشريع والرقابة التي يقوم بها مجلس النواب. أما فلسطين الحبيبة الصامدة مهوى القلوب والعقول والأفئدة فقضيتها هي قضيتنا الأولى، كيف لا، وهي محط اهتمام قيادتنا في الأردن، وهي قضية الشعب الأردني الحر الشريف. زقفوا للشعب الأردني الحر الشريف، والله يستحق. وبالتأكيد فإن القاسي والداني من شعوب الأرض كافة يعلم أن الأردنيين جميعا يقفون بحزم إلى جانب الحق الفلسطيني في تقرير المصير واسترجاع الحقوق كاملة غير منقوصة، وإننا معا نقف بحزم ضد أي محاولة لضرب وحدتنا الوطنية. فنحن نؤمن إيمانا راسخا لا نحيد عنه بأن الأردن القوي والمستقر هو العون والسند لفلسطين الأرض والإنسان، وسنحافظ على دور الأردن وشعبه العظيم في دعم صمود الفلسطينيين وتقديم الواجب المطلوب منا حتى النصر التام في غزة العزة وفلسطين العروبة. كل فلسطين اليوم وفلسطين العروبة كل فلسطين. إخوتي أحبتي، اليوم هو يوم الوطن، ولا صوت يعلو فوق صوت الوطن، وثقتي بالله لا حدود لها بأن شعبنا الأردني الأصيل لن يتوانى عن نصرة الوطن. عاش شعبنا الوفي الكريم، عاش شعبنا الوفي الكريم، وحمى الله وطننا الأغلى والأعز في ظل صاحب الجلالة المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين. الأهل والأحبة والعشيرة، العزوة، الركن القويم، صحيح هذا بالنسبة لي يشكل أكبر نجاح. حضور أهلي من الدائرة الثالثة ومن صويلح، وكل الشكر لأهل صويلح لأنه طول عمرهم هذا ديدنهم. معازيب كرام، معازيب غانمين ومعازيب حشمين بيستقبلوا ضيفهم حتى لو من خارج البلاد. صويلح يا أخوان تضم 100 جنسية، ويعيشوا في لوحة فسيفسائية وباقة ورد متلونة تعكس الوطن وحب، وهذا النسيج الاجتماعي يعكس الانتماء والحب لهذا الوطن. اليوم يا أخواني أنتوا جيتوا، غدا الصندوق، وغدا التغيير، وغدا المستقبل. وأنا وزملائي خلدون حينا عن المقعد الشركسي، وأختي المهندس نور عن المقعد النسائي أو مقعد المرأة. أتمنى كل من ينتخب على أنه ينتخب زملائي نور اللوزي وخلدون حينا لأنهم لا يؤثروا على المقعد الأصيل. كل الشكر والمحبة والاحترام والتقدير، وأقبل جباهكم واحدا واحدا.